السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد مع صوت زملكاوي وعودة الأرض مرة أخرى إلى أحضان نادي الزمالك أرض 6 أكتوبر، وذلك بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحق نادي الزمالك إن الأرض دي ترجع له، وبعد حرب مريرة ومحاولات إن هو يتم نزع هذه الأرض منك بشكل أو بآخر، وإن أنت تتجرد من حقوقك. النهارده كنت في نادي الاتحاد السكندري الفرع الثاني لنادي الاتحاد. كان في اختبارات موجوده جوه النادي، وقعدت كده في النادي اللي هو موجود على الطريق السريع، وبقول لنفسي يعني نادي الاتحاد في اسكندريه عنده فرع تاني، ونادي الزمالك ما عندوش فرع تاني. فحقيقه يعني حاجه، يعني انا مش هي فضيحه بقدر، مش فاجعه، يعني هي فاجعه بقدر ما هي فضيحه ان نادي الزمالك النادي الثاني افريقيا وعلى مستوى العرب، وعلى احدى اهم الانديه على مستوى الانديه العربيه والافريقيه والمحليه، وما عندوش غير فرع واحد بس، وكل الحرب دي دايره علشان هو ما ياخدش الارض بتاعته. فالحقيقه ان هي فضيحه كبيره جدا جدا. اقرا لكم بيان وزير الشباب والرياضه، وبعد كده نبتدي نتكلم بتوجيهات رئاسيه. انتهاء ازمه ارض اكتوبر الكائنه بمنطقه 6 اكتوبر. اعلنت وزاره الشباب والرياضه عن انتهاء ازمه ارض نادي الزمالك في منطقه 6 اكتوبر، بتوجيه من القياده السياسيه بالاسراع في انهاء الاجراءات على ان يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا وقانونيا لاستغلالها. ياتي ذلك التخصيص في ضوء حرص الدوله على تعزيز الدور الهام للانديه الرياضيه خاصه الشعبيه منها في دعم القيم الانسانيه الرفيعه والتنشئه الاجتماعيه السليمه واكتشاف المواهب الرياضيه. وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه التعاون البناء بين كافه المؤسسات الدوله ونادي الزمالك للوصول الى افضل الحلول بشان اقامه فرع جديد في منطقه 6 اكتوبر محافظه الجيزه، مؤكدا ان هذا التخصيص جاء بناء على دراسه فنيه وتخطيطيه متكامله. بيان وزاره الشباب والرياضه، وتاكيد بقى على الفكر الاستثماري لسياده الوزير جوهر نبيل، والحقيقه هو ده المطلوب. هو جاي بيقول ان عايزين الانديه تكون متكامله، بقى النادي هو اللي بيصرف على نفسه وهو اللي بيقدر يطلع الموارد بتاعته علشان نكون انديه قويه تقدر ان هي تنافس محليا وافريقيا وعالميا. وهو ده المفروض اللي يكون في كل الانديه، مش في نادي الزمالك بس، في نادي الاتحاد ونادي المحله. والانديه الشعبيه ديت هي اللي هتطلع لك الناشئين، مش انديه الشركات. الانديه الشعبيه هي اللي هتخلق المواهب، الانديه دي هي اللي هتبقى ذخره لمنتخب مصر. وزي ما احنا شفنا موهبه زي امام عاشور ده جاي من المحله على الزمالك، هو موهبه اكتشف في نادي المحله. ولاعب زي حمزه عبد الكريم برضو كنادي اسمه الحمراء اكتشفه قبل ما النادي الاهلي يجيبه، وهنتكلموا عن الموضوع دوت. يعني الانديه الشعبيه دي احدى الانديه التي تدعم اي فريق، والمفروض ان احنا نشتغل على هذا الاساس والموضوع ده. وافتكر معايا برضو ان نادي الاهلي في فتره من الفترات هو طلع قال الكلام ده، كابتن الخطيب قال لك احنا خلاص كنا وصلنا لمرحله من المراحل مش قادرين ندي فلوس مش للعيبه بقى، للعاملين داخل النادي الاهلي. وسياده وزير الشباب والرياضه ساعد النادي الاهلي ب 300 مليون دولار، 300 مليون جنيه، يعني ما قيمته 6 مليون دولار. انت متخيل 6 مليون دولار دخلوا النادي من وزارة الشباب والرياضة؟ وبعديها تم منح النادي الأهلي، أو تم الشغل بقى في الفرع الجديد للنادي الأهلي اللي هو فرع التجمع. وفرع التجمع ده تم بناؤه في ما لا يقل عن سنة إلى سنة ونص. لما أول ما بدأوا بقى الرسومات الهندسية والكلام ده وبدأوا إن هم يشتغلوا، بدأ النادي الأهلي بقى يجمع فلوس العضويات. فلوس العضويات دي وصلت إلى مليار ونص دخلوا الأهلي، بالإضافة إلى 6 مليون دولار أو 300 مليون جنيه. أنت بتتكلم في مليار ونص ده يا جماعة، يعني انت بتتكلم في مليار، حوالي 20 مليون دولار. المليار 20 مليون دولار، ونص مليار حوالي 10. يعني النادي الاهلي تم ضخ حوالي 35 او 36 مليون دولار داخل النادي الاهلي في فتره 6 شهور للنادي الاهلي. تخيل انت لو المبلغ ده نادي الزمالك تم ضخ المبلغ ده بالطريقه دي وبنفس الكيفيه زي ما حصل مع النادي الاهلي. نادي الزمالك هيقدر ان انت كل الليله بتاعت الايقافات القيد والفلوس والمليون و700 كل ده حوالي 10 مليون دولار. يعني انت لو تم ضخ في ال6 شهور دول المبلغ ده لنادي الزمالك، نادي الزمالك هيخلص من الكل اللي عليه ده، وهيتفضل معاه ما لا يقل عن 25 ل 25 مليون دولار يقدر يتصرف زي ما هو عايز. انت متخيل هذا الامر؟ فلازم الدوله تدعمه من غير ما تدفع حاجه. انت كل ده يبقى قرض عليك، والفلوس اللي بعد كده هيتم سد هذا القرض. ولكن المشكله ان هو قصه الارض لما بدات وبدا يشتغلوا وبداوا ان هم رجال اعمال بقى، ويجيبوا شركات هندسيه ويبتدوا ان هم يشتغلوا على ارض الواقع. وبدانا بقى نجني هذه الثمار 800 مليون جنيه. 800 مليون جنيه ما قيمته 16 مليون دولار. انا بقول لك المليار
بيعمل حوالي 20 مليون. 16 مليون دولار دخلوا نادي الزمالك، ما بين بقى ناس ليها فلوس، ما بين صفقات تم شرائها، ما بين انديه تم الاتفاق معاها. 800 مليون جنيه تم صرفهم عن باكره ابيهم، لان النادي مديون، بالاضافه لحاجات كانت قبل كده من المجلس السابق. وبعد كده بعد ما الناس بقى صرفت الفلوس، طب تعالى بقى اسحب منهم الارض. فجأة بص لقوا نفسهم قدام رجال أعمال عايزين منهم 800 مليون دولار، وهم حوالي 16 مليون دولار أو 800 مليون جنيه، وهم بالطبع رجال أعمال. فبالتالي أنت اسمك لو الفلوس دي ما اتدفعتش، أنت اسمك هيتحرق في السوق. لما موقف زي كده يحصل، أنت اسمك هيتحرق في السوق، فأنت لازم تدفع الفلوس دي. جمعوا مع بعض ودفعوا المبالغ ديت علشان يقدروا إن هم يكملوا هذه المسيرة، وبدأوا إن هم بقى يشتكوا، وبدأوا يرفعوا قضايا، وبدأوا في حين إن الإعلام طلع يقطع في الناس ديت. احنا بنقول اللي لينا ولا علينا، هو مجلس في فشل، بس احنا بنقول اللي لينا ولا علينا. المجلس طلعت ناس تقطع فيهم ويقول لك ان هو الفلوس راحت فين، وال 800 مليون راحوا فين يا جماعه اتصرفوا. امال انتوا النادي الاهلي اللي واخد اكتر من 36 مليون دولار، ما حدش يتكلم في حاجه ليه، وما حدش قال ليه، والفلوس اللي بتتصرف وما حدش بيتكلم عليها وليه، ولا الكلام على نادي الزمالك بس. انا عايز اقول لك الجزء بتاع او بيان نادي الزمالك. قال يتشرف مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب وباسم اعضاء الجمعيه العموميه للنادي وملايين من جماهيره ومحبيه بان يتقدم بخالص الشكر والتقدير الخالص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه عن التوجيهات الكريمه التي اسهمت في التوصل الى حل نهائي للازمه في ارض النادي بمدينه السادس من اكتوبر، وتخصيص قطعه ارض متميزه لاقامه الفرع الجديد بما يحقق طموحات جماهيره واعضاء النادي بعد سنوات طويله من التطلع الى هذا المشروع الحيوي. ويعرب مجلس الاداره عن بالغ تقديره للجهود المتكامله التي بذلتها مؤسسات الدوله. سيبك من الجزء ده، تعالى في الجزء الثاني اللي هو ويسمن مجلس الإدارة هذا الدعم الكريم، ويؤكد أن النموذج المطروح لا يقتصر على معالجة للأزمة الحالية فحسب، بل يمثل فرصة تنموية واستثمارية واعدة، حيث تتمتع الأرض المخصصة بمقومات استراتيجية ومقومات متميزة يتيحان تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تفوق العوائد السابقة، استنادا إلى الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأعضاء والجماهير وضمان استدامة تمويليه، كما يعكس هذا القرار ادراك الدوله المصريه لاهميه الانديه الرياضيه الى اخره. يعني معنى كده ان الارض الجديده ديت هتوفر لنادي الزمالك فتره استدامه، ان انت تعتمد بقى على فرع جديد بحاجات جديده. الفرع الجديد في الفرع القديم في المقر بتاع الملك فاروق، وفي كذا مشروع هيتعمل والابلكيشن وكل الكلام ده، ولكن انت محتاج برضو نفس جديد للنادي، محتاج ان انت تكبر زي الانديه الثانيه اللي بتكبر اللي عندها 4 و5 فروع. لازم انت تكبر. بقول لك في نادي الاتحاد النهارده، داخل نادي الاتحاد، كنت قاعد في الفرع الثاني لنادي الاتحاد، على حين ان نادي الاتحاد ليه فرع على الترام وفرع اخر بناه نادي الاتحاد يمكن من حوالي 4 أو 5 سنين. فانت لازم كنادي زمالك ما ينفعش ان انت من اكبر الانديه الافريقيه والمحليه والعربيه بل على مستوى العالم وما يكونش عندك فرع اخر او متنفس اخر تقدر ان انت تحقق بيه طموحات جماهيرك. الف مبروك يا زملكاويه، والف مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك. نتمنى بقى خلاص مشكلتكم اتحلت. هي كانت مشكلتهم وكانوا قافلين بعد سحب ارض اكتوبر، يعني يكاد يكونوا هم سحبوا ايديهم. انا ده من وجهه نظري، هم سحبوا ايديهم من بعد ارض اكتوبر. ما بقاش في حاجه، يعني كان في الاستاذ عمر الادهم وكانوا ماشيين كويس جدا، فجاه اتسحبت ايديهم بعد ارض اكتوبر وسابوا بقى الفرع او النادي يضرب يقلب. انت خلاص رجعت لك الارض، ارجو ان هم بقى يركزوا خلال الفتره القادمه ان هم يقدروا ان هم يعوضوا خسائرهم، وان هو النادي بقى يبتدي ان هو يقف على رجليه، وان شاء الله ان شاء الله خير، ونتمنى الافضل لنادي الزمالك. نسيب بقى نادي الزمالك ونخش على منتخب مصر. والحقيقه طلع المهدي سليمان امبارح وقال كلمتين كده، الكلمتين دول اتحاسب عليهم حساب عسير. طلع قال ايه؟ مش مبسوط جدا ان هو في المنتخب المصري وما كانش موجود في 2018 مع منتخب مصر، ولكن السنه دي هو موجود بسبب نادي الزمالك، وانا بشكر نادي الزمالك. فجاه طبعا وصل لنا بقى اخبار ان كابتن حسام مسكه وقال له انا ماليش في الالوان وما ينفعش الوان ولا وما تقوليش الزمالك وما تقوليش مش عارف ايه والا الالوان وفجاه صار على الراجل في شيء غريب جدا، وكأن نادي الزمالك ده نادي نازي اللي هم كانوا بيطردوهم زمان، احدى النوادي النازيه، وشيء غريب جدا 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 الصراحه، وانا مستعجب له. على حين ان انت تبص تلاقي اغلبيه تشكيل النادي المنتخب من النادي الاهلي، على حين ان انت تبص تلاقي الكابتن حسام كان بيدعم النادي الاهلي وبيقول لزيزو روح العب في النادي الاهلي احسن لك. قبل كده مع رامز جلال كابتن حسام حسن اللي هو
هو بيقول لك انا اهلاوي وانا بعشق نادي الاهلي وانا بعشق تراب الاهلي. لما طلع اتكلم على الميديا او طلع اتكلم في برنامج بيقول لك انا اهلاوي، وما ذكرش خالص نادي الزمالك، على حين ان هو ساب نادي الاهلي وجاي بعد كده الكابتن ثابت البطل قال له انا عايز اجدد، قال له انت تجدد لمده سنه واخوك لا مش هيجدد، قال له جدد انا واخويا، قال له لا مش هتجدد، ومشوا من النادي وراحوا احترفوا في نادي تركي بينزل درجه ثانيه. وكان هذا هو الوضع بالنسبه وكان ده الوضع بالنسبه لهم، وجابوا نادي الزمالك ولعبوا من اول وجديد وخلاه يحرز بطولات وخلاه عميد لاعبي العالم، ولولا كده كان زمانه دلوقتي ما فيش كابتن حسام حسن خالص، ولا هو موجود ولا متواجد. فايه يعني ان هو المهدي سليمان يطلع يقول انا بشكر نادي ايه المشكله في كده يعني؟ فشيء غريب جدا وعجيب من الكابتن حسام حسن الصراحه، والموضوع كان مستفز جدا جدا جدا، وكان لازم نطلع نتكلم فيه، وكان لازم نحاول نطرح الفكره. وكل الدعم طبعا للمهدي سليمان اللي هو ما بيلعبش واللي هو واخده كده ثالث، على حين ان هو بيلعب 2 من فريق واحد اللي هو النادي الاهلي، وبيلعب خط دفاع كله من النادي الاهلي، واحدى الاهداف من محمد هاني، الجون اللي هو قلبين بيه الدنيا على السوشيال ميديا ان هو حط دوكو في جيبه، وعلى حين ان الجون جاي بسبب هاني محمد هاني، وخط الدفاع كله محمد هاني، ومقعد حسام عبد المجيد وبيلعب واحد 6، محمد حمدي بيلعبوا 6 ولا حمدي فتحي بيلعبوا 6، بيلعبوا مسكك. فشيء غريب جدا جدا جدا. جلسه مهمه هتم طرحها خلال الايام اللي جايه ديت ما بين جون ادوار والاداره. جون ادوار يا جماعه عايز يجيب مدير فني اجنبي، وانا بقول له يعني احنا بنتكلم وبندعم جون ادوار وبنقول له احنا معاك يا جون ادوار، ولكن احنا مش عايزين نستنسخ فكره ان احنا معانا مدير فني كويس تمام. احنا كان عندنا الرمادي وخد بينا كاس مصر ومشينا الرمادي، وجبنا يانيك فيريرا وخسرنا كتير، خسرنا نقط، ودوري كان ممكن يخلص من قبلها باسابيع كتير، وكان ممكن تاخد كونفدراليه لو قدرت ان انت تحسمه. ورجعنا بعد كده جبنا معتمد جمال، ومعتمد جمال قاد التجربه، هو فاهم الليله وفاهم القصه، بالاضافه ان انت عندك مشكله ماديه في الدولارات وفي الفلوس وفي كل حاجه. فبناء عليه انت ايه اللي يخليك ان انت تجيب مدير فني اجنبي اخر وتجربه اخرى؟ اذا كان يانيك فيريرا راح اشتكاك هو والثلاثه مساعدين وبقى عندك قضايا بسبب يانيك فيريرا، فانا هجرب التجربه المريره دي تاني ليه؟ وبناء على ايه؟ انا هجيب يا اما اجيب مدير فني اجنبي يليق باسم نادي الزمالك، وده مش متاح، انت معكش الفلوس دي، يا اما ما تروحش تجيب واحد كوليكشن كده وخلاص يقعد شهرين 3 مع نادي الزمالك ويخسر وياخد بعضه ويمشي، او نلاقوه دون المستوى وياخد بعضه ونرجع نندم على معتمد جمال. فاحنا مش عايزين يا جماعه نكرر التجربه دي تاني. ولكن لو هتقول لي مين اللي كلامه يمشي، هل جون ادوار ولا المجلس؟ اقول لك جون ادوار هو المجلس، لان المجلس لو خد قرار بناء على موافقه جون ادوار، يمكن جون ادوار هو ليه الجزء الاساسي في هذا الامر. في اجتماع تاني مكبر لمجلس اداره نادي الزمالك بخصوص بقى لجنه الاستثمار، وعايزين يعرفوا اتجاههم ايه، واتجاههم ده مش هيتحدد الا بعد يوم 21 يونيو القادم، عشان هيتحدد بقى اذا كان هل انت هيبقى عندك ايقاف قيد. يعني صلاح مصدق رايح، طبعا احنا اتفقنا معاه وتوصلنا معاه لحلول، وفعلا هو بعت للفيفا هو او محكمه الكاس هو والوكيل بتاعه، وقال لك ان هو نادي الزمالك خارج هذا الامر، وارفع الجزء التاديبي ده عن نادي الزمالك او العقوبه التاديبيه. ولكن هل الكلام ده هيمشي مثلا؟ لا، ممكن وارد جدا يا اما تعليق ان هو يعلق العقوبه، بمعنى ان لو جات لك قضيه ثانيه خلاص، يعني لما مع عمر فرج ده لو جالك خلاص هيرجع العقوبه ثاني، يا اما يلغيها خالص وده الى حد كبير مستبعد، يا اما العقوبه يتم معاك مرحلتين بقى، صيف وشتاء عقوبه. وبناء عليه فانت مستني الكاس الدوليه هترد عليك بايه، او هتقول لك ايه المرحله الجايه، لان انت معلق كل شيء، مفيش لعيبه هتتباع، مفيش لعيبه هيتم شرائها، مفيش لعيبه هتقدر ان انت تعيرها، اللعيبه المعاره ممكن ان انت هترجعها خلال الفتره القادمه، انت كل شيء متوقف على هذا القرار. بناء على هذا القرار انت هتبتدي ان انت تتصرف في خطه بلان ايه وفي بلان بي. بلان بي بقى ان انا هتصرف على اساس ان انا ايقاف قيد، فبناء عليه هو وقف كل شيء، وده هيبتدي ان هو يظهر خلال الفتره القادمه. محمود بن طارق جاله عرض، ولكن العرض محمود بن طارق بيعتبر من الاساسيين في نادي الزمالك، يمكن هو اساسي اكتر من فتوح، يعني هو لو جه عرض الفتوح ممكن يبيع فتوح، لان محمود بن طارق اساسي ومعاه خضر ومعاه ايشو، فالاثنين دول موجودين في مركزه. قبل كده انا اتكلمت في الموضوع ده، وحسام عبد المجيد برده وارد لو جاب لك فلوس ان هو يتباع، ولان برده في مكانه الونش وفي محمد اسماعيل وفي لعيبه شباب وفي احمد حسام، فلعيبه موجوده برده ممكن ان هي تبقى متواجده في المكان دوت. بالاضافه مثلا لمركز 6 عندك احمد ربيع، عندك محمود جهاد، عندك برده مين يا ربي، يوسف الفرنسي، ولكن مشكله يوسف الفرنسي ان هو حالته البدنيه والصحيه ليست افضل شيء. فبناء عليه انا هحاول بقى هندل ايه مشكله يوسف الفرنسي. يوسف الفرنسي مشكلته في
تغذيه، انا اجيب له دكتور تغذيه يحاول ان هو يرفع لي كفاءته مع التمرينات مع كلام من ده. احمد ربيع ايه مشكلته؟ مشكلته فنيه، ابتدي ان انا اظبطه فنيا. محمود جهاد مشكلته ايه؟ كثره الاصابات، فابتدي اشوف ايه سبب الاصابات دي وابتدي اعالجها، ويبقى عندي 3 مركز 6 ابتدي اشتغل عليهم خلال الموسم القادم. هو ده التفكير، ده بلان بي اللي هم بيفكروا فيه. طيب بالنسبه للاعب احمد عبد القادر، زي احمد عبد القادر، احمد عبد القادر عايز يجي قولا واحدا وعايز يجي نادي الزمالك، وفعلا نادي الزمالك محتاج احمد عبد القادر، لان انتوا عارفين شيكو بنزا يوم ويوم لا، فاحنا محتاجين احمد عبد القادر جدا جدا جدا، ولكن ظروفك هي اللي بتحكم هذا الامر. فانت مضطر ان انت بقى تشوف برده يوم 21 ايه اللي هيحصل معايا عشان اقدر اجيب لاعب زي احمد عبد القادر، وفعلا هيبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك وهيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك. وعايز اقول لك هو زعلان جدا على فكره، وقدام وحاسس ان هو بيلعب في الدوري العراقي، والدوري العراقي ما حدش بيشوفه، احدى الدوريات اللي ما حدش بيتفرج عليها، على عكس الدوري المصري هيبقى ظاهر اكتر وهيبقى موجود. كنت بتفرج على ماتش السنغال امبارح وماتش فرنسا، واتفرجت بقى على ديشامب، والحقيقه ان هو الشوط الاول عمل ايه ديشامب؟ كان بيدافع وفريق السنغال كان مكتسح. وعايز اقول لك ان فريق السنغال كان ممكن ان هو الشوط الاول ان هو يقدر يحرز هدف في فرنسا، ولكن الشوط الثاني الوضع اختلف تماما. نزل قال لك ايه، قام جاي ناقل اوليسيه جناح وحط بداله ديمبلي، حطه في العمق، وديمبلي نقله جناح، والوضع اختلف بقى، وهات يا هجمات وهات يا رفع وهات وهات. وهو ده قيمه يا جماعه المدير الفني. تعالى انت لما نيجي نبص لمباراه بلجيكا مثلا، مصر وبلجيكا، الشوط الاول على فكره هو نزل بتشكيله عجبتني جدا، نزل بصلاح ونزل بمرموش ونزل قدام بزيكو مهاجم، وحط امام عاشور، وحط 2 مركز 6 اللي هو مروان عطيه، وكان معاه اللعيب الثاني اللي بيلعب معاه، الاثنين بيلعبوا 6 في نص الملعب، وقفل عليهم. سيبك من حمدي فتحي بيلعب مساك مش مشكله، ولكن التشكيل كان صح قوي قوي قوي. ولكن قعدت اتفرج كده على طريقه اللعب، طريقه اللعب غريبه جدا. يعني انت عندك مثلا مرموش ما كانش بيلعب جناح زي ما انا شايف، انا ما كنتش شايف مثلا صلاح برضو بيتقدم كجناح او ما بيخشش ويكسر. فعندك زيكو برضو كنت بشوفه بيميل ناحيه اليمين، كنت شايف امام عاشور بيميل ناحيه فتوح عشان يقفله على جناح بلجيكا، والناحيه الثانيه كان محمد هاني بينزل له مروان عطيه عشان يقفله على دوكو. فاتفرجت يعني بتفرج بقى على المباراه، كانت ماشيه كويس، يعني بناء على اللي هو حطه ده كانت ماشيه كويس. هو كان تكتيكيا وبيحاول ان هو يقفل ويعتمد على التحولات الهجوميه، وامام عاشور خطف واحده عن طريق محمد صلاح لعبها له، وخد واحده وخطفها وجاب جول. ولكن لما تيجي بقى الشوط الثاني هو بص لقى نفسه ان هو 1-0 ومش عارف يعمل ايه، وقام جاي ملدوع جون، وبدا بقى ينزل الايه الجزء البدني لامام عاشور. فجه الجون الثاني من ناحيه امام عاشور، وطبعا فتوح ما صدش قصاد المهاجم الجناح عندهم، ونزل بقى عندهم قاطره بشريه نزلت الشوط الثاني، جابوا محمد يعني اترعب بقى محمد هاني، خبطت الكره في رجله ودخلت جول. تمام. تعال بص بقى على التغييرات، تبص تلاقي سحب امام عاشور وقام جاي منزل ربيعه، بقى معاك 3 مدافعين ورا، يعني بيلعب ب5 ورا، وطلع محمد صلاح اللي عامل له الشكل والمنظر، ونزل زيزو. طب انت كنت نازل مثلا، انا يعني اقتنع بيك لو نزلت هيثم حسن مهاري وحريف وهيشد الفرقه اللي قدام، ورجع مرموش تاني العبه جناح، انزل لمرموش يلعب جناح، فاهمني ازاي، مع وجود مهاجم، ولكن هو اللي هو مثلا حمزه عبد الكريم، هو نزل برده حمزه عبد الكريم، كنت بشوف حمزه عبد الكريم بيميل ناحيه اليمين، فمش عارف، انا حاسس ان هو متعقد من مهاجم الصندوق، او في عنده حاجه، في مشكله في مهاجم الصندوق. انت بلجيكا لما نزلت مهاجم 9 في الشوط الثاني قدرت ان هي تحرز الهدف، هدف التعادل، فانت ايه مشكلتك في مهاجم الصندوق؟ فده الفرق بقى بين المدير الفني اللي زي ديشامب اللي دماغه شغاله، والمدير الفني اللي هو وصل لنقطه ومش عارف يعمل ايه بعد كده، فاهمني ازاي؟ فبيبتدي يرتجل بقى، يعني ما فيش بقى اساسيات، هو بيبتدي يرتجل، طلع احسن 2 في الملعب اللي هو امام عاشور، بدل ما هو عندك نزل بدنيا فتبتدي تغير مركزه، لا خليك انت قدام بس، ركز اعتمد على التحولات الهجوميه، ومعاك محمد صلاح، وخليك انت هنا مرموش، واطلع مثلا مهاجم، يعني انا اطلع زيكو مثلا، فاهمني ازاي، وانزل بقى ورا مثلا، احاول ان انا امن دفاعيا، وفي نفس الوقت انتوا الثلاثه خليكم قدام واعتمدوا على التحولات الهجوميه، واحد ينقل لي الكوره. لكن هو ما عملش كده خالص، وبدا يرتجل، والشوط الثاني بدا المنتخب ان هو يتراجع، رغم ان هو احنا ضيعنا كذا كوره برده في الشوط الثاني. لو قدرت الكور دي ان انت تستغلها، معاك واحد زي صلاح مثلا، او واحد زي، لكن انت كنت بتعتمد على واحد بس، مرموش كان ياخدها ويطلع يجري لوحده، وعقبال ما يوصل منطقه الجزاء خلاص هنج، فانت الفرقه كلها راجعه متراجعه ورا، وبتعتمد على الهجمات المرتده. وده الفرق بقى بين صلاح والبطوله دي، اللي هيفرق هو المدير الفني.
وانا توقعاتي يعني توقعاتي الله اعلم ان كابتن حسام هيعاني في ماتشين زي ايران وزي نيوزيلندا. بلجيكا برضو نازله باسم ان انا بلجيكا، انما نيوزيلندا نازله وعامله حسابك كويس قوي وعارفه ان هي لو هتقدر ان هي تاخد نقط فهي هتقدر تاخد نقط منك انت كمصر. هو املهم دلوقتي ان هو ياخد نقط من مصر لان هو خد نقطه من ايران، فهو امله ان هو ياخد منك نقطه. وفريق نيوزيلندا فريق صعب جدا، وايران جايه بمبدا ان انا جايه العب في امريكا، فحتى الموضوع ده في دماغها قوي، فعندهم حافز كبير جدا جدا جدا. فكابتن حسام المباراه الجايه هتكون صعبه جدا جدا. الف مبروك يا زملكاويه عوده الارض. وبهذا الخبر ينتهي الفيديو ولم تنتهي اخبارنا، على وعد باللقاء. لو المحتوى عجبك انزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. دمتم سالمين.